عقد نادي برشلونة بملعب النو كامب ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على المحطة الاستعدادية الثانية للنادي هذا الموسم، والتي ستكون بالمغرب وبالضبط بمدينة طنجة في 28 من شهر يوليو المقبل. الندوة التي حضرها جوردي كاردوني نائب رئيس نادي اف سي برشلونة ولورون كوليت المدير التسويقي للنادي، بالإضافة إلى خالد شاكر ممثل الشركة الراعية للقاء، وآسيا كادي عن الشركة الوطنية لتدبير وتسوير الملاعب بالمغرب. est fier d'accueillir le Barça, le FC Barcelone dans le grand stade de Tanger. كما حضر الندوة السيد غلام عيشان القنصل العام المغربي ببرشلونة، واستهل جوردي حديثه لوسائل الإعلام الحاضرة بالحديث عن علاقة النادي الكتالاني بالمغرب، ووصفها بالعلاقة القوية، كما صنف المغرب كأحد أكثر البلدان التي تشمل جمعيات ومحبين للنادي، وقدر ذلك بما يناهز 500,000 محب على موقع الفيسبوك كمثال لذلك. كما تحدث عن رقم 3.5% وهو تعداد المغاربة المقيمين ببرشلونة، ووصف المغرب كأحد البلدان الجميلة والقوية على مستوى اللعبة، وأن البارسا ستعود له بعد غياب وصل إلى 38 سنة، وصنف محطة المغرب كأهم نقطة في مشوار النادي الإعدادي للموسم المقبل. لورون كوليت المدير التسويقي للنادي الكتالاني تحفظ عن القيمة المالية التي تلقاها الأخير من أجل الحضور إلى المغرب، وأضاف أن الربح هو اللعب والاستعداد بهذا البلد كبلد قريب من إسبانيا ومحطة يراها بدوره مهمة جدا لتأكيد العلاقة بين الجارين. فيما اختزلت كلمة خالد شاكر ممثل الشركة المحتضنة وآسيا كادي عن الشركة الوطنية لتدبير وتسيير الملاعب في الترحاب بأحد أكبر أندية العالم وعن توفير كل الظروف العالمية لاستقبال النادي الكتالاني. Il a dit M. Colette, présentation de l'équipe nationale avec une équipe pro-nationale au Maroc de première division, 16 équipes de première division qui sera entraînée par M. Taussi. بدوره رشيد الطاوسي والذي تلقى قميص البارسا كعربون اعتراف بما حققه هذا الموسم وعن حبه للنادي، أعرب عن سعادته بتولي المهمة والتي وصفها بالصعبة. هذا شرف لأنه أول شيء هذه المباراة سوف تصادف ذكرى غالية عندنا وهي مناسبة ديال عيد العرش، واكيد بانه الشعب المغربي كله غيكون محتفل، وهذه احتفاليه يعني من نوع اخر لان كل الشعب المغربي كيتسناه. اكيد بانه عشاق فريق برشلونه يعني كثر في المغرب، ولكن هذا العمل اظن بانه كان اشتغلنا عليه هذه مده اكثر من 3 أشهر. الإعلام المغربي كان حاضرا في الندوة، وبدوره نوه بالحدث المنتظر قدوم البارسا في لقاء استعراضي بالمغرب. وجود برشلونة في المغرب في حق عنده أكثر من دلالة وأكثر من درس. أولا المغرب بلد رياضي 100%، بلد كرة القدم، بلد الاستقرار، بلد انفتاح، وبلد السياحة، وهذا كل المميزات كتأكد في حضور ديال النادي كبير كنادي برشلونة. هذا حدث هام في تاريخ كرة القدم المغربية. خصنا نعرفوا بأن بارسا ماشي مجرد فريق عادي في المغرب، فهو أشياء أخرى من غير كرة القدم والرياضة. فأكيد أن المجيء ديالو غيجند بزاف الجمعيات وبزاف المؤسسات اللي غترعى هذا الحدث الهام. إذن كما جاء في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم في ملعب النو كامب، حسب جوردي كاردوني نائب الرئيس والذي أكد رسميا على أن نادي اف سي برشلونة سيكون حاضر في يوم 28 من يوليو القادم على الساعة 10 ليلا بملعب مدينة طنجة. كما أكد على العلاقة الكبيرة للنادي الكتالاني رفقة الجماهير المغربية. الحلم أصبح حقيقة لجماهير المغربية العاشقة للنادي الكتالاني. بعثة قناة الرياضية يسري مراكشي من النو كامب.